دير أبو الجاسم أبو كسار أحد وجهاء ممثلين بلدة الباغوز، أمين سر تجمع عشائر أبو كمال الجزيرة. طبعا نحن في الخط الشرقي من أبو حردوب إلى الباغوز نستنكر استنكار ونشجب وندين كل الانتهاكات التي قامت بها الحكومة التركية مؤخرا بالاعتداء على قوات الكوريلا وقصفهم بالمواد الكيميائية، وهذا يعتبر محرم دوليا حسب القوانين والأنظمة العالمية. في هذا المناسبة اليوم نؤكد التزامنا وحرصنا على شعبنا سواء في سوريا أو في العراق أو في شمال العراق، ويعتبر قوات الكوريلا هي من القوات أخوة الشعوب ومن المناضلة من أجل الحرية والاستقرار في المنطقة. لذلك نناشد كل دول العالم، نناشد قوات المجلس الأمن الدولي، نناشد الأمم المتحدة، الدول الفاعلة بالمنطقة، نناشد كل ما تعنيه الكلمة بالإنسانية. كل إنسان لديه ضمير وإنسان حر في العالم نقول هذه الأسلحة هي محرمة دوليا وتعتبر من الأسلحة الفتاكة التي تنتهك الأطفال والنساء والشجر وحتى الحيوانات. هذه الأسلحة يجب أن تتوقف عن كافة الشعوب في العالم وخصوصا في شمال العراق. نحن نتضامن ونتكاتف مع العراق بشكل عام، جيراننا وأخواننا سواء عرب وكرد ولا شيعة ولا مهما كانت أرقيتهم أو طوائفهم الدينية. لذلك نحن في الخط الشرقي عشائريا ومثقفين ومعلمين وفلاحين ومهندسين وكل طوائفنا وكل مجتمعنا المدني ومؤسساتنا المدنية نطالب بكل العالم الوقوف وكل أصحاب الضمير وحقوق الإنسان بالتدخل وحجب ومنع القوات التركية بمنع وإلزامهم بهذا التوقيف الضرب والاعتداء بهذه الأسلحة التي تعتبر من أخطر أنواع الأسلحة في العالم، وهي تدمر البشرية من جذورها. وهذا سلاح محرم، يجب أن يكون هناك ضمير إنساني، ضمير حي بالعالم، وهذا ما نؤكد عليه دائما ونقول لكل العالم نحن واقفون مع الحق، مع الضمير، مع الإنسانية. هناك قوات الكوريلا ولا غيرها في شمال العراق ولا في شمال سوريا وفي كل العالم هي قوات تدافع عن حقوق الشعوب وتناضل من أجل الحرية وتناجل من أضل كرامة الإنسان منذ بدايتها. فهذا كان اعتداء سافر من جانب تركيا على هذه القوات وعلى شمال العراق. كان الفريح إدارة مؤسسة عوائل الشهداء في هجين إن الاعتداء على قوات الجريلا يعني الاعتداء على كافة الشعوب الحرة، وأننا نعتبر اعتداء على الإنسانية الجمعاء، لأنها ليست المرة الأولى التي تستخدم بها دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا، ونؤكد بأنها تلجأ إلى استخدام هذه الأسلحة بسبب فشلها أمام مقاومة وإرادة الجريلا التي لم تترك أمامها خيارا سوى إبادة الشعوب لتحقيق ما تسعى إليه من مخططات ومصالح خاصة بها، حيث أنها مستعدة لارتكاب جميع المجازر ومستعدة لتدمير كل شيء أمامها دون رحمة. والصمت الدولي هو ما يقوم بتشجيعها أكثر، وأننا نأسف على هذا الصمت ونؤكد دعمنا وصمودنا مع تلك القوات التي تمثلنا في حال تعرضنا لأي اعتداء مرة أخرى، وسنعمل بشكل كامل أو بكل طاقتنا للوقوف مع هذه القوات في حال صار اعتداء علينا مرة ثانية.